ازاي حسنت الانجليش بتاعي في 8 خطوات بس من غير زهق، من غير ملل، من غير مذاكره كتير. اوهايو تويتي ده اعملوا لايك وسيب الفيديو ده وتعالوا اديكم الاسرار اللي خلتني اطلع بالانجليش بتاعي لفوق. اول حاجه، بطلت اتعامل مع الانجليش ان هو ماده دراسيه لازم اذاكرها. فتره طويله كنت بتعامل انه لازم احفظ جرامر، انا لازم احفظ كلمات، لازم كمان اعمل تمارين عشان ابقى شاطر في الانجليش، مع ان الموضوع اسهل من كده بكتير. تاني حاجه، الاستماع. عارفه ان ممكن تكونوا عارفين كلمات كتيره جدا وقواعد كتيره جدا، بس لما تسمعوا حد اجنبي وهو بيتكلم هتبقوا مش فاهمين اي حاجه. كده ان احنا بنتعلم بريتم وهم اصلا بيتكلموا بريتم تاني خالص. كل شيء طبيعي عشان ودنكم محتاجه تتعود على اللغه اكتر. الحلقه دي ارشح لكم تجيبوا الهيدفون بتاعتكم وتسمعوا قناه listening time على الاقل في 10 او 15 دقيقه يوميا. انا كنت بسمعها تنفع للمستوى المتوسط او تحت المتوسط بشويه. ثالث حاجه واهم حاجه، انا بطلت اترجم كل حاجه في دماغي من انجليزي لعربي. فان الموضوع صعب شويه، بس تعالوا انا اعرفكم ازاي هتعملوا الموضوع ده في الفيديو دلوقتي. النونو الصغير وهو بيتعلم عربي احنا بنعرفه ان دي ازازه ميه، هو اوريدي لما بيشوفها تاني بيبقى عارف ان دي اسمها ازازه ميه، ما بيقعدش يترجمها في مخه للغه تانية. لما تعرفوا كلمه جديده بدل ما يجي في دماغكم المعنى بالعربي، لا، خلي صوره الحاجه هي اللي تيجي في دماغك. اربعه، انا بدات اتكلم حتى لو مفيش حد قاعد معايا. يعني ده حاجات تبان مجنونه شويه بس فعلا مفيده. يعني انا لو بعمل حاجه دلوقتي هتلاقوني بوصف الحاجه اللي انا بعملها دي بالانجلش، او حتى اكتبوا اليوميات بتاعتكم بالانجلش حتى لو هتغلطوا في مجال للغلط عادي. خمسه، استخدمت الشادوينج في اني اكرر الكلمه ورا اللي بيقوله وخلاص. انا كنت بكرر الاحساس، بكرر الشعور، بكرر الطريقه اللي قلبي هتكلم. سته، بطلت احفظ كلمات منفصله. بدل ما احفظ كلمات انا بحفظ جمل وبحط الكلمات دي جوه الجمل، عشان بدل ما يبقى عندي حصيله كلمات قد كده بيبقى عندي حصيله قد كده. سبعه، خليت الانجليش جزء من الحاجات اللي انا بحبها. لو هتفرج على فيديو رسم بتفرج عليه بالانجلش، بتفرج على فيديو ميك اب بتفرج عليه بالانجلش، حتى الكتب بقرا الكتب بالانجلش. وده برضو في اي حاجه تانية بحبها بعملها بالانجلش. ودي اهم حاجه انا هقولها في الفيديو ده، بطلت اخاف واتكسف اني اغلط. فكروا ان انتوا بتحاولوا، غيركم ما بيحاولش. الغلط ده دايما بيبقى جزء من اي حاجه بتتعلموها. طبيعي وارد جدا تغلطي في كلمه، تغلطي في جرامر، تغلطي مره في نطق، عادي، دي مش لغتنا الام. وبس كده، يا رب اكون فدتكم عشان بتسالوني كتير. و جان